ورغم كل المقاربات الثمينة لأصحاب المساهمات المنهجية، وفي مقدمتهم مدرسة فرانكفورت وفرناند بروديل، ومن قبلهما نيتشه، ومن بعدهما ميشيل فوكو ووارشتاين، إلا أن أساليب ونظم المعرفة لا تزال بعيدة عن المنهجية في المرحلة الراهنة، في مرحلة انهيار الحداثة وبروز ما وراء الحداثة الجديدة، والتي نرغب في تسميتها بالعصرانية الديمقراطية. إن الجهود المبذولة كثيرة جدا وثمينة جدا، ولكنها متناثرة ومجزأة جدا، وأحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو عملية التسميم التي يقوم بها النظام الرأسمالي، والتي اعترف بها وارشتاين، وكأن أصحاب تلك الجهود المذكورة يتخبطون بين فكي الحداثة. وعلى سبيل المثال تتميز عبارات نيتشه بأهمية ملحوظة حين قال بأن الحداثة قامت بتأنيث المجتمع وخصه وتنميله، وكأنه يتكهن بما سيجري بعد 50 سنة، حين عبر عن سياسة القطيع الفاشية التي مارسها الألمان بنعته إياهم بالحيوان الأشقر بامتياز. واضح أنه نادى برأي رصين ذي نظرة ثاقبة عندما قال في كتابه هكذا تكلم زرادشت أن الحداثوية وتدول القومي سيولدان القطيع الفاشي في ألمانيا عاجلا أم آجلا، وأنه ستبرز مجتمعات النمل على نمط الأمة النمل، في إشارة منه إلى اليابانيين، وكأنه نبي العصر الرأسمالي. لقد قام ماكس فيبر بتشخيص مهم جدا لدى إدراكه للحداثة واعتباره إياها بأنها إقحام المجتمع في قفص حديدي، فبينما نظر إلى العقلانية على أنها السبب وراء افتقار العالم لساحريته وعظمته، فقد أكد بذلك على الخصائص المادية للمدنية. كما ينتقد فرناند بروديل بشدة علوم الاجتماع المنقطعة عن الأبعاد التاريخية والمكانية، فعندما وصف شروح المتهربة التي تصرف النظر عن الأبعاد الزمانية والمكانية بأنها أكداس من الأحداث الجوفاء، فإنه قدم بذلك مساهمات جد مهمة بشأن حل مشكلة الأسلوب. فاصطلاحات بروديل بشأن التاريخ تفتح الآفاق: الفترة القصيرة، التاريخ الوقائعي الحدثي، الفترات الدورية، فترة الأزمات الدورية، والفترة الطويلة، الفترة البنيوية. تتميز انتقادات مدرسة فرانكفورت بشأن الحداثة والتنوير بمزايا تفتح آفاقا شاسعة، فعبارة أدورنو مؤثرة وقويمة حين وصف مدنية الحداثة المؤدية إلى تفشي معسكرات التمركز التجمع بأنها تعني انتهاء مرحلة في الظلمات، وأخص بالذكر عبارته الشهيرة الحياة الخاطئة لا تعاش بصواب، فهو بذلك يعرض الخطأ الذي تأسست عليه الحداثة أسلوبا ومعرفة، وكأنه بلغ وعيا عظيما. وانتقاداته بصدد التنوير والعقلانية أيضا تفتح الآفاق حقا. أما قيام ميشيل فوكو بإضافة موت الإنسان إلى موت الإله السماوي في الحداثة فهو أمر تعليمي حقا، ونخص بالذكر توصيفه للسلطة العصرية بأنها تعني تماما الحرب الدائمة داخل وخارج صفوف المجتمع، حيث يعدها تشخيصا قويا لكن لم يعمل به حتى الآن. كما أن تقييماته بصدد سلسلة الاصطلاحات من قبيل السلطة، المعرفة، السجن، المشفى، مشفى المجانين، المدرسة، ثكنة الجيش، المعمل، وبيت الدعارة قدمت إسهامات بارزة على صعيد الأسلوب بقدر إسهاماتها في الإشارة ولو بطرق غير مباشرة إلى كيفية تأسيس منهاج المعرفة الحرة. أما ميشيل فوكو الذي لم يسعفه الوقت لإتمام تحليلاته حول السلطة، الحرب، الحرية بسبب موته المبكر، فكأنه يود الإشارة في تحليلاته تلك إلى أن الحداثة تقتل الإنسان بسبب دوام حالة الحرب داخل وخارج المجتمع. يمكننا استنباط نتيجة من ذلك مفادها أن الحرية هي شكل الحياة الاجتماعية الموفقة في البقاء خارج نطاق الحرب. إذن لا يمكن تحقيق الحرية ما لم تلغى كل من الصناعوية المنتجة لشتى أدوات الدمار والخراب، والجيوش النظامية، وقانون الربح الذي يشكل غاية العسكريتارية، وما لم نضع ونرسخ أيكولوجيا المجتمع ووسائل دفاعه الذاتي عوضا عن ذلك. يتميز إيمانويل وارشتاين بعزم راسخ في إدراك النظام الرأسمالي العالمي، حيث رسم تصورا للنظام حيث يعتبر المرحلة الرأسمالية ضرورة حتمية مثلما عند ماركس، ويميل للثناء عليها، أو في كيفية معارضة النظام وتحديد طرق الخلاص منه، لكنه يكاد يقر بذلك عندما يرجعه إلى سياسة الترغيب ضمن النظام البرجوازي، كما قدم بعناية فائقة أطروحة مهمة حين قال:
أن النظام الاشتراكي وفي صدارته روسيا الاتحادية مد الحداثة الرأسمالية بالقوة والطاقة، فما بالك بتجاوزه إياها. وذكر أيضا أن انهيار النظام الاشتراكي لا يعزز الليبرالية الرأسمالية، بل سيكون السبب في إضعافها. لكن وورشتاين لم يقدر على إبداء نفس المهارة في تحليل أسباب انهيار النظام وكيفية تحقيق الانطلاقات الجديدة، حيث لا يرسم وجهات نظر مستقبلية حاسمة فيما يتعلق بزمان وكيفية انتهاء الأزمة البنيوية التي دخلتها الحداثة الرأسمالية بعد أعوام السبعينيات، ويبدو أنه محق في ذلك. لكن وبالمقابل فقوله مهم عندما ذكر أن كل كفاح قيم مهما كان بسيطا قد يسفر عن نتائج عظيمة. إننا نلاحظ هنا ابتعاده كثيرا عن الحتمية الفظة، ويمكننا القول أنه يتحلى بقوة تحليلية عظمى بشأن الأسلوب ومنهاج المعرفة.